ازاي تقنعي اهلك بالسفر؟ الفيديو ده فيه الخطه الكامله. شوفي الفيديو الاول واكتبي الخطوات وبعد كده خليهم يتفرجوا، واقنعك بعد الفيديو ده يعني 90% هيوافقوا على السفر. عايزه تسافري ونفسك تلفي العالم وتستكشفي البلاد بس خايفه تتكلمي مع اهلك؟ ما تقلقيش، هنحل كل ده النهارده. هقول لكم 3 غلطات بتعملوهم وبيخلوا الاهل ما يوافقوش على السفر. اول غلطه بتعملوها ان انتوا ما تختاروش وقت مناسب، يعني يكون كده الاجواء كلها خناقات والدنيا تضرب تقلب في البيت وفي حروب وفي انهيارات، وانتي تدخلي تقولي بابا او ماما انا عايزه اسافر. الوقت ده استحاله ان هم يستوعبوا منك حاجه زي دي، لانهم بيكونوا متوترين، فاصلا مش هيكونوا متقبلين الفكره، والفكره هتترفض وممكن ما يكونش عندك فرصه تتكلمي فيها تاني. احسن ان انتي تستني وقت كده يكون مزاجهم رايق ومودهم حلو عشان تقدري تتكلمي معاهم في الموضوع ده، ويكون عندهم قدره ان هم يسمعوكي ويعرفوا رايك وتتشاركوا في الاراء. لكن لما بتختاري وقت مش مناسب، هنا بيكون اصلا الاهل مش سامعين كلامك، هم عندهم حاجات كتير قوي في دماغهم شغلاهم، فمش هيسمعوا بتقولي ايه، ونسبه رفض الموضوع هتوصل ل 100%. تاني سبب بقى هيوصلك للرفض اسرع، ان انت ما يكونش عندك خطه واضحه للسفريه. انت عايزه تسافري بس انت مش عارفه تشوفي، بس انت مش عارفه انت عايزه تسافري فين بالظبط، مش عارفه هتعملي ايه بالظبط، وده هينعكس على كلامك معاهم، فهم يحسوا ان الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع الامان، وهم مش هيقدروا يوافقوا على حاجه زي دي. اما تيجي تتكلمي معاهم او تتخيلي تروحي تقولي لباباكي او مامتك بابا انا عايزه اسافر، يقول لك طب هتسافري تعملي ايه، لان هم بيكونوا عارفين كويس الحاجات اللي قلقاهم. هيقول لك هتسافري فين، هتعملي ايه، هتروحي من امتى لامتى، مين هيوديكي، مين هيجيبك. انت هتلاقي نفسك مش بتردي على الاسئله دي باجابات واضحه، وده هيخليهم استحاله تسافري او مش هسيبك تسافري. الاحسن ان يكون عندك خطه واضحه وكامله بكل تفاصيلها للسفريه، عشان لما يجوا يسالوكي يعرفوا ان انت متاكده تماما من الخطوات بتاعتك، عارفه رايحه فين وهتعملي ايه، واخده بالك واحتياطاتك من كل حاجه. وده هيكون اول خطوه ان هم يكونوا مطمنين لسفرك، حتى لو لسه هيكون عندهم شويه اعتراضات او حاجات، بس على الاقل هيكونوا واثقين فيكي وفي تفكيرك. لكن لو دخلتي عليهم الدخله العشوائيه بتاعت انا عايزه اسافر، انا نفسي اروح كذا، انا نفسي اعمل كذا، ده بالنسبه لهم هيكون علامه استفهام كبيره انك مش قد السفريه دي. تالت واهم حاجه ان هم يكونوا شايفين ان انت مسافره تتبسطي وتتفسحي وتقضي وقت لذيذ، وتخرجي بقى وتتصوري وتعملي صور على الانستجرام، ومش فارق معاكي اي حاجه ومفيش اي فايده للسفريه. وده هيخليهم استحاله يوافقوا على السفر، لان دي حاجه هتخليهم مش واثقين ومش شايفين سبب كبير ان هم يوافقوا على السفر، لان هم زي ما قلت لكم في الاساس بيكونوا خايفين عليكم. يعني ده السبب الاساسي ان اي اهل ترفض السفر بتاع بناتها، ده بيكون اكبر سبب بيخلي الاهل بترفض، ان هم خايفين عليكم مش اكتر. فاحسن حاجه عشان تخليهم يقتنعوا اكتر ان انت تكوني مسافره عشان فرصه تعليميه، عشان تدرسي، عشان شغل مهم، عشان كورس مهم. طبعا انت اول ما بتفكري في الموضوع بتتخيلي مشهد وانت بتقولي لهم عايزه تسافري، وبيكون الرد لا ملوش لازمه الموضوع ده. بس خلينا نشوف الاول هو ليه الاهل ما بيكونوش موافقين على السفر، او ليه بيكون صعب ان انت تقنعيهم كبنت انك تسافري. انت لازم تكوني فاهمه ان الاهل بيكونوا رافضين للسفر مش عشان هم مش بيحبوكي او مش عايزين يعملوا لك اللي انت عايزاه. السبب الاساسي ان الاهل يرفضوا السفر ان هم بيكونوا خايفين عليكي، ان ده بيكون بالنسبه لهم قرار كبير قوي، مش مطمنين انك تروحي بلد لوحدك، بلد غريبه ما يكونوش معاكي فيها، بيتوقعوا اسوا الحاجات اللي ممكن تحصل، بيكونوا دايما شايفين الموضوع اكبر من سنك ايا كان سنك قد ايه. هم برضو بيكونوا شايفين انك لسه صغيره انك تاخدي القرار ده، او ان هم ما يكونوش موجودين معاكي، لان دايما انت بتكوني بالنسبه لهم الطفل اللي هم ربوه وكبر، فلما بيحصل لك اي مشكله او اي حاجه هم بيكونوا اول ناس جنبك. فتخيلي ان هم يشوفوا انك هتكوني في بلد لوحدك ممكن يحصل لك فيها حاجات كتير قوي وهم ما يكونوش موجودين. فلما تعرفي وتفهمي كويس وجهه نظرهم وان رفضهم ده هو خوف وقلق عليكي، مش فكره ان هم رافضين حريتك او مش عايزينك تتبسطي، ده هيكون الخطوه الاولى اللي هتخليكي تقتنعي بالموضوع، وان هو مجرد خوف عليكي، وكمان ان انت تقدري تغيري فكرتهم دي. لكن لو فضلتي طول الوقت واخده الموضوع عند معاهم وشايفه ان هم جايين على حريتك وانك عايزه تسافري وان هم واقفين في طريقك، ده هيخلي طول الوقت الموضوع عند. وعلى فكره بنسبه كبيره جدا الاهل هم اللي هيكسبوا في الاخر لو انت خدتي الموضوع معاهم عند. عشان كده لازم تكوني شايفه ان الهدف الاساسي اللي انت عايزه تعمليه انك عايزه تسافري، ويكون ده بموافقتهم وبرضاهم. فبلاش تفكري في الموضوع عند، لان عاده هم اللي هيكسبوا في العند، وممكن يخلوا لك فكره السفر دي فكره مستحيله، ويفضلوا يقولوا لك بقى لما تتجوزي بقي سافري، فتتجوزي فجوزك ما يوافقش انك تسافري لوحدك، فانت كمان ما تسافريش، ويكون عندك اهداف واحلام كتير قوي نفسك تعمليها، كل دي راحت بسبب ان انت خدتي الموضوع عند وشفتي ان هم واقفين في طريق سعادتك وحريتك. انا واحده في بدايه سفري اهلي كانوا مستحيل مستحيل يخلوني اسافر،
وبابايا الله يرحمه كان مش موافق تماما ان انا اسافر. كانت فكره ان انا اسافر جوه مصر دي فكره اصلا صعبه جدا، كانت فكره ان انا ابات عند حد من صحابي فكره مستحيله. بس بعد ما اتكلمنا كتير وعيطت واستخدمت كل الاساليب بتاعه الاقناع، انا دلوقتي بقيت بسافر وبروح كل البلاد وكل حته، واهلي واثقين انا بروح فين وبعمل ايه، وحققت كل اللي نفسي فيه، بس من غير ما يكون عندي مشاكل معاهم، او ان انا يبقى كل سفريه انا حاسه ان دي مشكله، لا الا ان انا اخسرهم، لا الا ان انا اخسر السفريه. وبعد بقى ما قلت لكم الحاجات اللي بتخليهم يرفضوا طلب السفر، الوقت المش مناسب، او ان انت ما عندكيش خطه واضحه، او ان انت مش قايله لهم كل التفاصيل، خليني بقى اقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن بيها تقنعي اهلك بالسفر. اول حاجه هتفرق معاهم انك تحسسيهم ان رايهم مهم، وانك استحاله تسافري من غير ما يكونوا موافقين ومطمنين بكل حاجه. انك مثلا تبتدي تقولي لهم انا محتاجه رايكم في موضوع مهم، انا مش هينفع اسافر غير لما تكونوا موافقين، انا ممكن اعمل كل حاجه انتوا محتاجينها عشان تطمنوا للسفريه واكون مسافره وانتوا موافقين. دي حاجه هتحسسهم ان هم رايهم مهم واساسي، وانك في الاول وفي الاخر برضو عايزه تطمنيهم وما يبقوش قلقانين طول الوقت وانتي مسافره. تاني حاجه من الحاجات اللي هتخليهم يقتنعوا انك بلاش اول ما تبتدي طريقك في السفر او عايزه تسافري انك تبتدي تختاري بقى بلد في قاره تانية. انت ممكن تبداي بالاماكن القريبه، ممكن تبداي بمحافظات حوالين المحافظه بتاعتك، تبداي بس تخليهم يحسوا انك ممكن تسافري ويعتمد عليكي في السفريه، لان انا زي ما قلت لك هم في الاول بيكونوا خايفين. فعادي انك تبداي تفكري في الاماكن القريبه وتقنعيهم انك طول الوقت هيكونوا معاكي، هتبتدي تشاركيهم في كل التفاصيل، هتقولي لهم كل حاجه عن الرحله، وتبتدي بقى تقولي لهم انا هكون عايشه معاكم كل حاجه، هنتكلم على طول فيديو كول، انتوا هتتابعوا معايا كل خطوات الرحله. دي كلها حاجات بتخليهم يطمنوا اكتر. طبعا وارد انك لما تقترحي عليهم فكره السفر وانك اول مره تسافري وعايزه تسافري لوحدك ان الموضوع يكون صعب، او هيبقوا رافضين تماما انك تسافري لوحدك. فعادي ان انت تقترحي انك تسافري اول مره مع قريبه ليكي او صديقه بيكونوا هم واثقين فيها قوي، وهنا بيكونوا حاسين انك مش مسافره لوحدك، زي ما بيقولوا كده هيحسوا ان انت معاكي الصحبه الامانه او حد ممكن يطمنوا ان انت موجوده معاه. ويا سلام لو كان الشخص ده بقى سافر قبل كده او اكبر منك سنا فعنده خبره شويه، فهيكونوا حاسين ان هم مطمنين اكتر. وانت قاعده وبتتكلمي في الموضوع وبتقنعيهم هيحصل حاجتين. الحاجه الاولى ان هتلاقي الدنيا ابتدت تخش في مود عصبيه وابتدوا يتعصبوا وابتدوا يرفضوا الموضوع. في الحاله دي بقى انت هتبتدي تهدي الجو، هتقومي تجيبي شاي او عصير ومش هتتكلمي في الموضوع، لان احنا كده هنوصل للحاجه اللي انا قلت لك عليها ان هي غلط، ان انت تختاري وقت مش مناسب. تقومي تجيبي شاي او عصير او حاجه هم بيحبوا يشربوها وهتلطفي الجو وتهدي الدنيا شويه، وما توصليش بالمرحله ان هم يقفلوا الموضوع او تسمعي الكلمه المعتاده بتاعت الموضوع ده اتقفل ومش هيتفتح تاني. في حاله بقى ان هم وافقوا يا ريت تقفلي الموضوع وما تتكلميش في اي تفاصيل عشان ما تديهمش اي فرصه ان هم يغيروا رايهم. على فكره في سلاح مهم واخير سبته للاخر، السلاح ده هيساعدك كتير قوي في انك تقنعي، هيساعدك كتير قوي انك تقنعي اهلك، وهو العياط. العياط ده بقى حاجه هتستخدميها جدا عشان تقنعيهم، بس ده احنا بنخليه خالص للاخر، ان هم يبتدوا يحسوا ان انت خلاص بقى الموضوع بقى مؤثر في نفسيتك، وانك بقيتي زعلانه وانك بقيتي مش مبسوطه. شويه العياط بقى اللي بتعيطيهم كده، هتعيطي شويه، لا هتعيطي كتير وهتعيطي كذا مره عشان هم يحسوا بقد ايه الموضوع مؤثر عليكي. وعلى فكره موضوع العياط ده اي بنت سافرت لازم هتكون عدت بمرحله العياط. بس فكري كده في موضوع السفر، السفر مش مجرد انك تسافري او تتفسحي، السفر ده تجربه هتغير حياتك تماما، هتساعد ان شخصيتك تتغير في كل حاجه، وهترجعي مع كل سفريه بحاجه جديده في شخصيتك. فمفيش مشكله خالص انك تعملي كل حاجه عندك عشان تقنعي اهلك بالسفر. اكيد هما في الاول بيكونوا مش موافقين، بس بعد فتره كويسه من ان انت تقنعيهم وتوفري لهم كل حاجه تخليهم مطمنين، ان شاء الله في الاخر هيوافقوا انك تسافري، وهتسمعي ان شاء الله ان شاء الله جمله خلاص اوكي احنا موافقين، بس خلي بالك من نفسك. وخلي بالك السفريه دي بتكون اختبار، اول سفريه ليكي هيختبروكي، لو سافرتي كويس وخدتي بالك من نفسك وحافظتي على سلامك وامانك وان انت تتعلمي حاجه جديده ويشوفوا تغيير عليكي، ده هيخليهم بعد كده عايزينك تسافري. ومش بعيد بعد شويه هتكوني انت اللي بتخططي لهم سفرياتهم، وان هم يقولوا لك لا احنا عايزين نسافر معاكي عشان انت بتعرفي تعملي سفريات كويسه. ان شاء الله كلكم تسافروا وتكتبوا لي بقى بعد كده ان انتوا سافرتوا واستخدمتوا الفيديو ده، وبعد ما تخلصوا الفيديو خالص اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الحاجات اللي بتخليهم يرفضوا، وايه دايما الردود بتاعتهم، وازاي ممكن نقنعهم لو في حاجه انا ما قلتهاش في الفيديو. وعامة بعد ما تخلصوا الفيديو وتتأكدوا منه تماما يا ريت تخلوا طنط وعمو يتفرجوا على الفيديو عشان يعرفوا ان احنا في الاخر عايزين نسافر بموافقتهم.